الكرة خارج أرضية الملعب المرة الثانية، لعبها ضعيفة وهجمة هجروية في المقابل خطيرة من أمام المرمى. أترام يحاول يراوغ، فتح المرمى، صوب، جول جول. الله يا هجر، الله يا أترام، إنها أولى الأنغام يا أترام. اللاعب الغيني الهداف يعيد ذكرياته على دوري زين السعودي، العاشق للشباك الذي قال سأعيد ذكرياتي اليوم، أجمل ذكرياته في الوقت بدل الضائع. يسجل جولين أترام مع أول فرصة أن تمتلك الكرة. ليس كل شيء أن تسجل في الشباك، أحلى شيء يا أترام، أحلى شيء يا أترام. كما هو السيناريو في الموسم الماضي، سجل رجيب في شوط المباراة الأول، اليوم يقول أترام أنا أخذ من رجيب وسجل أول أهداف المباراة. الشيخ الهجراوي يسجل أول أهداف المباراة، 1 هجر على عكس مجريات المباراة. 28 سنة للغيني، كيف وصل هجر بعد أن غاب عن ذهنية كل المشاهدين. جولين أترام، يبدأ هجر، يحاول توفيق، صوب، الله الله يا هجر، غير معقول ما أشاهده، غير معقول يا هجر. جنون كرة القدم، فنون كرة القدم يا هجر، غير معقول ما يحدث يا هجر. بالإصرار، بالعزيمة، بالتماسك، يبقى هجر يسجل هدفه الثاني الرائع يا توفيق. بالتوفيق على كرة جميلة جدا، اللعبة لتوفيق بوحيمد. شوف اللقطة الماضية، انهار الهلال في دقيقتين فظهر هجر بثوبه الرائع والجميل. شوف تمريرة رجيب، شوف الآن السيناريو كيف انقلب تماما. تسجل في 90 يا توفيق بوحيمد. لقطة جميلة ورائعة مرت على العتيبي. سيداتي آنساتي سادتي، سيناريو هل كنتم تتوقعوه؟ أبدا، لا كل المحللين ولا كل المتابعين على فرحة هجر. يذهب إلى غرف الملابس، إلى باتريسيو لأخذ التهنئة من جماهيرهم، بينما تبقى النظرات والحسرة على الجماهير الهلالية وعلامة الاستفهام والنظرة الخاصة في لحظة صمت خاصة في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم جعفر الصليح. الدوسري عبد العزيز ما بين 3 في مساحة ضيقة، لا يمكن أبدا بمثل الكرات. محاولات داخل منطقة الجزاء، عبد العزيز الدوسري، جول أول للدوسري، أول البدلاء من الأسماء البديلة. الدوسري سجل هدف أول، خلص الفارق، سجل الهدف اللي كان ينتظره وتنتظر الجماهير الهلالية. سجل هدفين لهدف. الآن المباراة على طبق ساخن على 3 دقائق، انتظرونا على دقائق مثيرة في المباراة. شوف عبد العزيز الدوسري لعبها قوية جدا على يمين مصطفى ملائكة، ما تمالك معها أبدا إلا تتهادى إلى الشباك. مرر الحارثي، صوب عبد العزيز الدوسري، راوغ من الأول، استخدم إمكانياته الفردية وسجل من خلالها الهدف. الصفرة تتذكرون المرشدي يوم طلع براسه وسجل الهدف الفوز لمصلحة فريق الهلال على الفتح في هذا الملعب. 5 دقائق احتسبها مرعي العواجي كوقت بدل ضائع، واعتقد انه وقت يرغب فيها الهلال من خلال اخر 5 دقائق محتسبة من ساعة مرعي العواجي. خطأ لمصلحة الزعيم، خطأ لمصلحة الهلال. هل يعادل الهلال على نظرات ياسر القحطاني؟ راح يصوب، لعبها ياسر، الله، عالمية هالكرة من لاعب دولي، من لاعب خبير، من لاعب كبير، من لاعب هداف. ياسر القحطاني سجل في آخر الثواني. ياسر القحطاني وداها في 90 في ساعة 90. الهلال يمرض نعم لكنه لا يموت، يمرض نعم أحيانا لكنه لا يموت. الزعيم يبقى الزعيم، يبقى الزعيم مهما كانت عقارب الساعة تدور أو تلف. ياسر القحطاني يسجل في آخر الثواني. الله يا ياسر القحطاني، بإمتاع وإتقان القحطاني سجل هدف رائع وداها في 90. ما تمالك معها مصطفى ملائكة،
إلا أن الجمهور الهلالي بالثواني الأخيرة يرغب في الهدف الثالث. يا على سيناريو مو معقول أبدا، مو معقول. أنتم ملاحظين ولا لا؟ في سيناريو كان في آخر شوط المباراة الأول كتب بأقلام هجراوية لباتريسيو، وسيناريو كتب بأقلام زعيمية للهلال بهذا الرجل أنطوان كومبواريه في آخر الدقائق. وكأننا موعودون على هذه المباراة وعقارب الساعة يا كومبواريه، لا تتوقف أبدا ولا تدور عكسها أنت تماما. جماهير الزعيم الآن في ملعب